إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا معاشر المسلمين أن خير الحديث هو كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، حديثنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الجمعة المباركة عن موضوع مهم، موضوع يحتاجه الكبير والصغير والذكر والأنثى، يحتاجه كل مسلم ومسلمة، يحتاجه العاصي، يحتاجه المذنب، يحتاجه كل واحد منا، ألا وهو التوبة إلى الله عز وجل. إن التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه من أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يجعلها نصب عينيه، فلا يقنط من رحمة الله، بل عليه أن يكثر من الاستغفار ومن الرجوع إلى الله ومن التوبة إلى الله عز وجل. وقد جاء القرآن الكريم مليئا بالآيات الحاثة على التوبة إلى الله عز وجل، وهكذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قد ملئت بالأحاديث الدالة على التوبة والحث على التوبة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين، أي يحب الناس الذين يكثرون من الرجوع إليه، يحب الناس الذين يكثرون من الاستغفار ومن طلب المغفرة منه سبحانه وتعالى. ويحب المتطهرين، يحب المتطهرين عن الفحشاء، عن الفواحش والمنكرات، وعن الأوساخ والأقدار. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا الله عز وجل يفرح بتوبة عباده ويفرح برجوعهم إليه. ففي الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان بأرض فلاة، كان على راحلته في أرض فلاة فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه فأيس منها أي ضاعت عليه، هاجت عليه فلم يستطع اللحاق بها، فأيس منها فاستظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت،
فلما فاق فإذا براحلته أمامه قائمة، ففرح فرحا شديدا، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل ولله المثل الأعلى أشد بتوبة العبد من هذا الذي وجد راحلته. فتأمل أيها العبد المسلم كيف ستكون فرحتك عظيمة إذا كنت في موقف هذا الرجل. تخيل لو أنك في صحراء لا ماء ولا شراب، في صحراء مسافر، فإذا براحلتك تظل عليك الذي عليها طعامك وشرابك ضاعت عليك وهاجت وفرت منك، ماذا؟ كيف وأيست من اللحاق بها؟ كيف سيكون موقفك؟ تشعر بالموت. فانظر هذا الرجل استظل تحت ظل شجرة ينتظر الأجل وينتظر الموت لأنه أيس من أن تعود إليه. فمن توفيق الله عز وجل أن ألهم هذه الراحلة أن ترجع إلى صاحبها، فلما فاق وجد الراحلة أمامه عليها الطعام والشراب ففرح فرحا كثيرا. فتوبة العبد، فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد أشد من فرح هذا الرجل بلقاء دابته ورجوع دابته. أيها المسلمون، وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. نعم، فالله عز وجل يحب توبة العبد. وقال الله عز وجل على لسان نبيه هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال الله عز وجل حاكيا عن نبيه صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال الله عز وجل عن نبيه شعيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فهذا دعوة الأنبياء، يدعون قومهم إلى التوبة والاستغفار، يدعون قومهم إلى الرجوع إلى الله عز وجل. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا فعل أمر يدل على وجوب التوبة والإسراع في التوبة. والتوبة معاشر المسلمين يجب أن تكون على الفور، لا تراخي فيها ولا تسويف. يجب على العبد أن يبادر بالتوبة قبل أن يذهب عليه الوقت وأن تفوت عليه وقت التوبة. نعم، بادر بالتوبة. فالمسلم إذا أذنب ذنبا أو اقترف خطيئة عليه أن يبادر بالتوبة على الفور، عليه بأن يستغفر الله عز وجل على الفور. قال الله عز وجل في كتابه الكريم حاكيا عن صفات عباد الرحمن، قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. انظر إلى عظم هذه الذنوب، إلى قتل النفس، من قتل نفسا أو قتل النفس أو وقع في الزنا والعياذ بالله، فهذا ذنوب عظيمة، لكن الله عز وجل قد جعل باب التوبة واسع وباب التوبة مفتوح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظر إلى كرم الله عز وجل، يبدل الله عز وجل تلك الخطايا والسيئات إلى حسنات، إلى مغفرة وحسنات. فلا تيأس من رحمة الله عز وجل. وقال الله عز وجل حاثا وآمرا عباده بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبوا إلى الله من ذنوبكم ولا ترجعوا إليها. التوبة النصوح هي التوبة التي لا رجوع بعدها إلى الذنب. توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله عز وجل حاثا عباده على ألا ييأسوا من رحمته وألا يقنطوا من رحمته. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما عظمت الذنوب ومهما كثرت الذنوب فالله عز وجل بيده كل شيء. الله عز وجل رحيم بعباده فتح لهم باب التوبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالمسلم يبادر بالتوبة. وقال الله عز وجل واصفا نفسه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب، فالله عز وجل يغفر الذنوب. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إذن أيها المسلمون، علينا أن نبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. فالمسلم لا ييأس من رحمة الله عز وجل، بل يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. وهكذا جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا ثم إنه ندم ورجع إلى الله عز وجل فسأل يريد التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عابد، فجاء إليه فسأله فقال: هل لي من توبة؟ فقال: لا أرى لك توبة. استعظم ذنوبه، قتل 99 نفسا، فقال: ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم سأل عن
أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل عالم فسأله قال: وما يحول بينك وبين التوبة؟ يعني لا يوجد شيء يمنعك من التوبة، اذهب إلى القرية الفلانية، يعني اذهب إلى قرية فاعبد الله معهم، فهناك أناس صالحون يعبدون الله عز وجل. فانطلق هذا الرجل يريد تلك القرية، ثم إنه في نصف الطريق أو في طريقه جاءته الموت، جاءته المنية، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يريد أن يأخذه. فملائكة الرحمة تقول: جاء إلى الله تائبا وراجعا وعائدا إليه. وتقول ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملك على صورة آدمي، فقال: قيسوا المسافة بين الأرضين، بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب أخذته الملائكة التي كان أقرب إلى هذه الأرض. فأوحى الله عز وجل إلى الأرض الصالحة أن تقاربي، وأوحى إلى الأرض التي كان فيها سوءا أن تباعدي، فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة، فأخذته ملائكة الرحمة. انظر إلى كرم الله عز وجل، انظر إلى واسع رحمة الله عز وجل. فيا أيها المسلمون لا تيأسوا من رحمة الله، توبوا إلى الله عز وجل. وهكذا لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة. فهذا الأغر بن يسار يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله عز وجل ويطلب التوبة من الله عز وجل. فيا أيها المسلمون ليكن قدوتكم نبيكم صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. نعم، وفي الاستغفار تتنزل الرحمات وتتنزل البركات. بالتوبة إلى الله عز وجل ينزل الله على عباده الرحمات والبركات. قال الله عز وجل حاكيا عن نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم، أي اطلبوا المغفرة منه، توبوا إليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. نعم، ففي التوبة إلى الله عز وجل تتنزل الرحمات وتتنزل البركات. فيا أيها العبد تب إلى الله عز وجل واطلب المغفرة من ربك، فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولا يملأ فاه إلا التراب،
ويتوب الله على من تاب، ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس البشرية تطمع إلى الدنيا، وتطمع إلى المال، وتطمع إلى حب الدنيا وزخرفة الدنيا. لتمنى أن يكون له واديان. انظر، له واد من ذهب، واد من ذهب، سيعيش إلى نهاية عمره غنيا مرتاحا، لكن النفس البشرية تطمع وتطلب المزيد. لتمنى أن يكون له واد آخر، وهكذا لو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالثا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يملأ فاه إلا التراب، أي لا تقتنع نفسه ولا تقنع من هذه الدنيا إلا إذا مات ودفن في الأرض. هكذا يقتنع. لا يقتنع الإنسان في هذه الدنيا إلا إذا مات. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. من تاب وطلب المغفرة منه فإن الله عز وجل يقبل توبته. وهكذا جاء في الحديث أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا تريد التوبة والمغفرة. انظر، تابت إلى الله عز وجل، تريد أن يقام عليها حد الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها أن يرعاها إلى أن تضع حملها. فلما وضعت حملها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد عليها ملابسها، فأمر النبي بها فرجمت. فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: يا ابن الخطاب، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لو وزعت تابت توبة صادقة ضحت بنفسها وروحها من أجل الله عز وجل، جاءت تريد التوبة وتريد أن يقام عليها الحد لكي تخلص من هذا الذنب العظيم. فقال النبي: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة من الصحابة لوسعتهم هذه التوبة. فيا أيها المسلمون، عليكم بالتوبة إلى الله، ولتعلموا أن التوبة لها شروط 5 لا يقبل الله توبة عبد إلا بها. فالشرط الأول أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل، أن تتوب إلى الله خالصا لله عز وجل، تتوب إلى الله ترجو رحمة الله وتخاف عذابه، لا أن تتوب إلى الله من أجل أن فلان رآك أو أن فلان طلب منك. لا، التوبة تكون خالصة لله. أخلص نيتك في التوبة إلى الله عز وجل. أما الشرط الثاني أن يقلع عن الذنب فورا، متى ما أذنب يقلع عن هذا الذنب، يقلع عنه ولا يرتكبه مرة أخرى. الثالث الندم، أن يندم على هذا الذنب الذي عمله. كلما تذكر هذا الذنب ندم وتحسر. لا بد من الندم، يندم على هذا الذنب، يندم على هذه المعصية التي عصى الله بها. وهكذا الشرط الرابع أن يعزم ألا يعود إلى هذا الذنب، ينوي نية صادقة في قلبه أنه لا يقارف هذا الذنب مرة أخرى. أما الشرط الخامس أن تكون التوبة قبل نهاية الوقت، ونهاية التوبة تكون إما بطلوع الشمس من مغربها أو عند الأجل. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، تاب الله عليه. وهكذا جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل نفسه إلى حلقه، ما لم يغرغر، فهناك انتهى وقت التوبة ولا تنفع التوبة، ولا تنفع التوبة. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فيا من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي تب إلى الله عز وجل. يا من غره بعض الناس، يا من غره بعض الناس بفعل المعاصي والمنكرات تب إلى الله عز وجل واستغفر لذنوبك. يا من سول له بعض الناس أن يذهب إلى القبور ليطوف بها، أو أن يستشفع بالأموات، أو أن يطلب الرزق من الأموات، أو أن يسأل دفع المرض من الأموات ومن القبور، تب إلى الله عز وجل وارجع إلى ربك عز وجل ووحد ربك عز وجل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا التوبة النصوح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوبة النصوح. اللهم ارزقنا توبة نصوحا إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، كبيرها وصغيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم انصرهم على اليهود المعتدين. اللهم أخرج اليهود من الأرض المقدسة أذلاء صاغرين. اللهم أرح بلاد المسلمين من دنس اليهود. اللهم أرح المسلمين من فتن اليهود. اللهم أرحنا منهم. اللهم مزقهم كل ممزق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.